انا قلت قبل ما انام اجي اجاوب على السؤال ده بسرعه كده. انا هبسط لك الموضوع بطريقه سهله وبسيطه جدا. تعال نفترض مثلا ان الشريان ده عباره عن قائد كتيبه عسكريه. قائد كتيبه عسكريه، لو انا دخلت وقطعت او قتلت قائد الكتيبه العسكريه لوحده بس، ممكن الكتيبه ما تكتشفش المشكله دي غير بعد ساعه ساعتين ثلاثه. طب ايه اللي يحصل لما القائد ده يختفي شويه؟ لما القائد ده يتفتح كده ويختفي شويه، كل اللي هيحصل ان الناس اللي هنا اللي هم الجنود اللي تحت والمخبرين اللي تحت الاعصاب وغيره، مفيش تغذية راحت لهم لفترة. فكل اللي هيعملوه هيبعتوا ميل او يبعتوا رسالة عسكرية للمخ ويقولوا له الحقنا ما وصلناش اكل النهاردة. فالمخ بيعمل حاجة بسيطة جدا، وهو انه يبعت رسالة للقلب يقول له اشتغل زيادة وابعت معلش شوية تومين وفول وعيش وشوية سكر للكتيبة اللي موجودة هناك دي لحد ما نشوف القائد بتاعها ودى الاكل اللي احنا وديناه له فين. فالقلب يشتغل برتم عالي جدا ويعلي الضغط فيوصل دم زيادة للمنطقة دي. طبعا المنطقة دي مفتوحة فالدم يطلع بزيادة، فانا القلب عمال يبعت دم والدم يطلع، القلب يبعت دم والدم يطلع ويطرد، والناس دول يبعتوا رسالة الحقنا مفيش اكل بيجي، فيبعت تاني يبعت تاني يبعت تاني لحد ما الراجل يتصفى في خلال دقيقتين ونص لثلاث دقايق وبيكون توفى والبقاء لله. مفيش دم. على النقيض بقى لما يحصل بتر كامل للكتيبة، لما الكتيبة كلها القائد والجيش والمخبرين والأعصاب والخلايا وكل حاجة تختفي، فالمخبرين اللي واقفين قبل حتة القطع اللي هم الأعصاب والخلايا وغيره بيبعتوا رسائل للمخ الحق الكتيبة ضلمت نورها ضلم احنا مش عارفين نوصل لهم. فالمخ كل اللي بيعمله يقول اي دم انا بعته لكم، اي تغذيه او اي امدادات انا بعتها لكم وقفوها عندكم عشان ما ينفعش تخش في المنطقه دي والعدو يقتلها، فوقف لي كل التغذيه اللي ببعتها لك للمنطقه دي. ويروح للقلب يقول له ايه ده، هدي شغلك ما تبعتليش دم للمنطقه دي، مش عاوزين نهدي اللعب شويه، قلل لي ضغط الدم. يروح للكلى يقول له اسحب لي شويه ميه علشان الضغط يقل شويه، ويحصل كنترول على باقي الجسم كله يقول له وطيل الضغط وقفوا شغل شويه. فكل اللي يحصل للراجل اللي حصل له قطع كلي للمنطقه دي انه فقد شويه دم بسيطه، لو اتاخرنا عليه اكتر من نص ساعه ممكن يتوفى او ربع ساعه يتوفى، لكن مش دقيقتين وثلاث دقايق. فكل اللي بيحصل ايه ان المسعف او التمريض او اي حد بتشوفه في الشارع ايديه مقطوعه او رجله مقطوعه، كل المطلوب منك بس تجيب تورنيكيت او تورنيكيت ايه، حته حبل عبيط، حته حبل ولا كيسه ولا اي قماشه، تلفها على الايد او على الرجل المقطوعه وتربط جامد اقصى ما يمكن. في طريقه معينه كده خاصه للاطباء بس انت مش مهم، اربط اي حاجه واربط كمان مره قبلها وخلاص كده وحوله المستشفى. هو اولا هيمكن يعيش لوحده من غير ما تركب له تورنيكيت دي مثلا لمده ربع ساعه، الجسم بيتعامل بالطريقه دي لان الخلايا بتقعد تتنفخ بقى كل حاجه بتقفل على اولادها دي. معاك ربع ساعه لوحده، ولما تيجي تعمل له التورنيكيت دي معاك 45 دقيقه يا سيدي، ان شاء الله يروح المستشفى بعدها باربع ساعات عادي. كل اللي احنا هنعمله بدل ما نقطع له الحته دي هنقطع له الحته اللي ورا بس. طبعا الموضوع معقد اكتر من كده بكتير جدا، بس انا حاولت اختصر الموضوع كده بطريقه سهله وبسيطه علشان الكل يفهمها. تصبحوا على خير.